السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس في التعليقات يا جماعة الفيديو اللي فات قالوا ان احنا لحد دلوقتي ما عملناش برمجة، وده كلام مظبوط. وانا اتفقت معاكم المرة اللي فاتت ان الحاجة اللي هنعملها مكونة من جزئين، اللي هو اليوزر انترفيس اللي احنا اشتغلنا في جزء منه المرة اللي فاتت، والبرمجة اللي هي كتابة الكود او البرنامج اللي هنكتبه جوه عشان ينفذ الايه، الحاجة هتتصرف ازاي، او ايه الكمبيوتر هيعمله. احنا واقفين على نفس الديزاين اللي كنا عملناه المره اللي فاتت، اللي هو الشكل ان احنا عملنا الارقام على الازرار او الباتونز دي. بس الحقيقه انا النهارده بس اللي عملته ان انا قللت العرض او الويدث بتاع الباتونز وجبتها على جنب عشان نحط جنبها ايه، الباتونز بتاعه العمليات او الاوبريشنز اللي هنعملها. تمام. فاحنا النهارده تعالوا قبل ما نحط العمليات، قبل ما نحط القسمه والضرب والطرح والكلام ده، تعالوا الاول يعني انا لحد دلوقتي لو انا عملت ران للآلة الحاسبة بتاعتي دي، جيت انا ودوست ران كده، تمام، ودوست انا عملت الارقام، لكن لو دوست كده 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 ولا اي حاجة خالص، مفيش اي حاجة بتتكتب هنا زي الآلة الحاسبة دي. ليه؟ احنا اتفقنا ان انا اللي صممته ده لحد دلوقتي اسمه اليوزر انترفيس او واجهة المستخدم، لكن قلنا ان في الخلفية هيبقى في البرنامج اللي انا هنفذه عشان اخلي كل زرار من دول يعمل المهمة المطلوبة منه. تمام. طيب تعال نرجع تاني للتصميم بتاعنا او الديزاين. بعمل دبل كليك على اسم الفورم فبيرجعني للديزاين. تمام. انا عاوز لو دوست هنا يكتب لي هنا واحد، لو دوست الاتنين يكتب لي هنا اتنين، وهكذا. طيب ازاي؟ احنا لحد دلوقتي ما عملناش بروجرامنج خالص. لحد دلوقتي احنا كنا تعريفنا الاولاني للبرمجة او للبرنامج ان هو مجموعة من الاوامر اللي بديها للكمبيوتر عشان ينفذها. لسه احنا ما عملناش الكلام ده لحد دلوقتي، احنا يا دوب صممنا الواجهة الاساسية. اوكي. طيب تعالوا بقى نبدأ بالزرار رقم واحد ده. انا عاوز لما ادوس هنا يكتب لي هنا واحد. اوكي. هعملها ازاي؟ عن طريق ان انا اخش اكتب امر. هخش اكتب الامر ده ازاي؟ هاجي كده على البطن دي، كليك شمال وبعدين كليك يمين، هيطلع لي القايمة دي. اوكي. هختار منها يا جماعة اختيار هنا اسمه فيو كود. خلي بالك كلمة كود هي نفسها خطوات البرنامج، يعني الأوامر البرمجية اللي أنا بكتبها دي ممكن اسمها برنامج أو اسمها كود. ليه بيسموها كود؟ زي ما قلنا بسرعة، لأن دي كلمات باللغة الإنجليزية بس ما هياش بيور إنجليش، ما هياش إنجليزي من اللي هو اللي احنا متعودنا عليه في المدرسة، اللي هو قواعد الإنجليزي. لا، أنا ممكن ألاقي كلمة في الأوامر عبارة عن نص كلمة إنجليزية بس، او عباره عن كلمتين انجليزي مدموجين مع بعض، فعشان كده بيسموه كود. فانا هدخل هنا على الاختيار ده علشان ابدا اكتب الكود بتاعي او البرنامج بتاعي، فهدوس كده على فيو كود. فتح لي الشاشه دي، شاشه جديده اول مره نشوفها. هنا كاتب لي اسم البطن اللي انا كنت واقف عليها، اللي هي كوماند بطن 1، اللي هو الاسم ده. تمام. وضاف لي عليه يعني مع اندرسكور، وضاف لي عليه كلمه كليك. يعني هنا انا بقول للكمبيوتر لما حد يعمل كليك على البطن دي نفذ لي الامر اللي هقول لك عليه. تمام. طب ايه الامر بقى اللي انا هقوله للكمبيوتر دلوقتي؟ انا هامر الكمبيوتر اقول له ايه؟ انا عاوز اقول له لما ادوس هنا اكتب هنا واحد. طيب تفتكروا المره اللي فاتت وانا قلت لكم ان الحكايه دي مهمه، ان احنا سمينا المستطيل اللي هنا ده واحنا في الديزاين سميناه ريزلت، وقلنا ان احنا لازم نسميه اسم له معنى. طيب فانا هاجي هنا في السطر ده بتاع الكود وهقول للكمبيوتر يعمل ايه ساعتها. ما اقدرش اقول له من دماغي، ما اقدرش اقول له بليز بوت نمبر 1. لا لا لا، لازم في صيغه معينه اكتبها عشان الكمبيوتر يقبلها مني. وهي دي البرمجه بقى، ان كل لغه لها مجموعه من المصطلحات اللي بستخدمها علشان اخليها تنفذ اللي انا عاوزه. في الفيجوال بيزك فور ابلكيشنز او الفي بي اي بكتب ايه يا جماعه؟ هقول له ايه؟ اقول له ليت سوري، يعني اجعل ريزلت بيساوي واحد. خلي ريزلت بتساوي واحد. طيب ريزلت حاليا فيها صفر، المفروض لما ادوس على البطن اللي مكتوب عليها واحد يخليها لي بواحد. تعالوا كده نجرب ونشوف هل الكلام ده هيمشي معايا ولا لا.
ادي ظهرت الآلة الحاسبة بتاعتنا. لو دوست هنا كده كتب لي هنا 1. اوكي طيب حلو قوي. المفروض ان انا اعمل الكلام ده لبقيه الايه، لبقيه الباتونز. طب خلونا نمشي واحده واحده. تعالوا على الباتون رقم 2 الاول. اوكي هنعمل نفس القصه. اخترتها بالكليك الليفت كليك، وبعدين هنا هو رايت كليك واقول له ايه فيو كود. هكتب نفس الكلام بالظبط، حتى هاخده كوبي بيست من هنا، كوبي وبيست. خلاص طيب ونشغل كده. ادي دوست هنا كتب 1، دوست هنا لما دوست هنا ما كتبش هنا 2. ليه بقى؟ اكيد انتوا طبعا عارفين وانا سبتها عن عمد. ليه؟ لان انا هنا ما قلتلوش اكتب 2. الكمبيوتر شاطر في التنفيذ لكن ما هواش ذكي كفايه ان هو يعرف ايه المطلوب. لا انت لازم بتوجهه. تمام؟ فلازم هنا انا اقول له لا let result بتساوي 2. اوكي نجرب كده تشتغل. ادي دوست على 2 كتب لي 2، دوست على 1 كتب لي 1. تمام؟ طيب بس هل هو ده المطلوب؟ هل هو ده الصح او هو ده البيهيفير او التصرف بتاع الآلة الحاسبة؟ لا، المفروض انا لما بدوس على 1 يكتب لي 1، لما ادوس على 2 بيسيب الواحد زي ما هو ويكتب لي جنبه ال2. صح؟ مش ده التصرف؟ اهو هنا اهو كتبت 1 وبعدين 2 حطها لي جنبها، ما مسحش الواحد الاولاني. اوكي طيب يبقى احنا كده في حاجه عندنا محتاجه تتعدل او تتظبط. تمام نرجع للكود بتاعنا. ايه هي بقى الحاجه اللي محتاجه تتظبط دي بقى؟ هنا انا لما هو ضغط على ال1 انا قلت له اكتب 1. تمام؟ ولما جه يضغط على ال2 انا قلت له اكتب 2. لا هنا بقى هنتعرف على تاني مبدأ من مبادئ البرمجة. المبدأ الاولاني اللي احنا اتعرفنا عليه هنا يا جماعة كان ان ايه؟ ان انا بكتب امر وبقول له خلي حاجة بتساوي حاجة. تمام كده؟ طيب في مبدأ تاني مهم قوي 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 وننتبه له. خلي بالك يا جماعة هنا الناس بتوع الجبر لو شافوا العلاقة دي كده هيقول لك ده الريزلت بتساوي 2 و2 بتساوي ريزلت، اكس بتساوي واي واي بتساوي اكس. لا في البروجرامنج مش كده. علامة اليساوي دي اللي هنا في الوضع ده كده بالظبط دلوقتي دي اسمها assignment، اسمها علامة الاساينمنت، انها بتاساين القيمة اللي على اليمين للفاريبل اللي على الشمال. ده فاريبل، ده متغير، ممكن احط جواه 2 ممكن احط جواه 1 زي ما انا عاوز، زي ما بقول في الجبر كده وفي الشغل الحساب اكس بتساوي 10 اكس بتساوي 12. اوكي كله ماشي تمام. في البروجرامنج بعض لغات البرمجة تمام بتخلي علامة اليساوي دي بتعملها كده على اساس الكولون او النقطتين دول كانها سهم بيشاور من الناحيه دي للناحيه دي، كانه بيقول له خد اللي هنا حطه في اللي هنا. مش معناه ان الاثنين بيساووا بعض. تمام يا جماعه؟ انا ليه بشرح الكلام ده؟ عشان اللي احنا هنعمله دلوقتي ان انا هاجي هنا وداس على الاثنين هقول له ايه؟ هقول له خلي الريزلت اللي هو المستطيل ده بيساوي الحاجه اللي موجوده فيه زائد الحاجه الجديده او مضاف لها الحاجه الجديده. حلو كده؟ فحاجه هنا اقول له حاجه ان مش هقول له ريزلت بتساوي 2، هقول له لا، هقول له خلي الريزلت الجديده بتساوي الريزلت القديمه زائد 2. تمام؟ الكلام ده ككمبيوتر صح وجميل جدا، لكن كجبر محدش يبص لها ان ازاي اكس بتساوي اكس زائد 2. لا. اوكي فكده بقول له خلي الريزلت بتساوي الواحد اللي عندك وحط الاثنين جنبه. تعالوا ننفذ كده ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي 1 وادي هدوس الاثنين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو اداني 3 ما ادانيش ايه؟ ما ادانيش 1 ولازق فيها الاثنين. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف ليه.
هنا لما انا قلت ريزلت بتساوي ريزلت زائد 2، هو راح في ريزلت لقى 1 وفي علامة زائد فراح ضايف عليها 2 بقوا 3، ما نفذش اللي انا عاوزه. هنا ننتبه بقى يا جماعة، ودي برضو تالت مبدأ برمجي هناخده النهاردة، ومبدأ مهم جدا ومفيد جدا وناخد بالنا منه. في الكمبيوتر في نوعين من البيانات اساسيين، في طبعا اكتر من نوع من البيانات بس احنا بنقول نوعين دلوقتي عشان ايه هم اللي هيفيدونا في كلامنا يعني. في داتا رقمية وفي داتا حرفية. حتى في حياتنا العادية بعيد عن الكمبيوتر في داتا رقمية، يعني مثلا عدد المواطنين، عدد الأجهزة، عدد 5 10 ألف 5000. وفي داتا حرفية، الأسماء الناس والأسماء الشركات والحاجات دي. في الكمبيوتر هنا لما أنا استخدمت علامة زائد لقى الريزلت ب1 وانا بقول له زود عليها 2 فقال خلاص 1 زائد 2 يبقى بيساوي 3. انا هنا مش عاوز اتعامل مع الرقمين 1 و2 على انهم 1 زائد 2 يساوي 3. عارفين يا جماعة زي ايه كده بالظبط؟ زي ما انا كنت ساكن مثلا في بلوك رقم 10، شقة رقم 5، هو انا ينفع لو جيت اوصف لحد عنواني اقول له تعالى لي في شقة رقم 15 اللي هي 10 رقم البلوك زائد 5 رقم الشقة؟ او ينفع اضرب ال10 في ال5 يطلع لي مثلا عنوان شقة والدي مثلا؟ يعني ما ينفعش ان انا اضرب ال10 رقم البلوك وال5 رقم الشقة. دي مش ارقام بالمعنى المتعارف عليه، ما ينفعش يتجمعوا ولا ينطرحوا، مش هيبقى لهم معنى لو اتجمعوا او انطرحوا. انا بتعامل معاهم هنا، انا ممكن اروح كاتب لصديقي اللي انا عاوزه يجي لي البيت ده اكتب له كده 10 وبعدين شرطة وبعدين 5، يبقى معناها 10 دي رقم البلوك و5 رقم الشقة. فانا عاوز اتعامل مع الارقام هنا مش على انها ارقام، لا، على انها رموز، او بمعنى اخر على انها حروف. تمام؟ انا لما اقول اسمي مثلا احمد فهكتب حرف A وجنبيه حرف H وبعدين M وهكذا. طيب انا عاوز هنا نفس المبدأ، عاوز احط الواحد جنبيه الاتنين. الكلام سهل قوي يا جماعة، خلوا بالكم بس ايه يعني فكروا فيه كده هتلاقوه ان هو مستساغ. فهنا عشان اتجنب اللي حصل دلوقتي وان انا لما جيت اجمع الواحد زائد الاتنين اداني 3، انا لازم اعمل حاجة هنا عشان اقول للكمبيوتر ان الاتنين دي ما تتعاملش معاها على انها رقم، اتعامل معاها على انها رمز او على انها حرف او على انها بيانات حرفية زيها زي الاسماء وزي الحاجات دي، او زي رقم التليفون او زي رقم العربية. هو انا ينفع اجمع رقم عربية زائد رقم عربية؟ ما ينفعش. او رقم تليفون اطرح منه رقم تليفون؟ ما ينفعش. فانا هنا عاوز اقول له خلي الريزلت بتساوي ريزلت وجنبها الاتنين الجديدة دي. فعشان اعمل كده عشان الكمبيوتر يفهم ان 2 دي هي رمز وليست رقم حقيقي، هروح حاططها ما بين علامات تنصيص، بالشكل ده. تمام؟ علامات تنصيص حولت الرقم الى نص، هي باينه حتى من اسمها، حولت الرقم الى نص. دلوقتي هيبقى التعامل مع الارقام انها ارقام ما بتتجمعش على بعضها، لا، بتتحط جنب بعضها. علامه الزائد دي هتخلي الواحد يتحط جنب الاتنين. تعالوا نجرب كده. ادي 1 وبعدين ادي 2. المفروض ان انا اعمل الكلام ده في كل الارقام بقى اللي جايه. يعني انا عملت باتون 1 وعملت باتون 2، هعمل بقى 3 و4 و5 لحد 9. طب تعالوا نظبط الاول ايه؟ الواحد. وهقول له هنا 1. تعالوا بقى كده نشتغل ونتاكد من نفسنا قبل ما نعمم الكلام ده على بقيه الارقام. ادي الواحد اهو. لاحظنا هنا حاجه، ان انا لما دوست 1 عمل بقى نفس التصرف اللي هو عمله قبل كده لما دوست الاتنين. هو لقى فوق 0 وانا دوست 1
راح جاي عامل ايه؟ راح حاطط الواحد جنب الزيرو. لا، انا مش عاوز كده. انا عاوز لما يكون اللي فوق موجود حاجة غير الزيرو يعمل التصرف اللي انا عامله قبل كده. لكن لو الزيرو موجود ما يعملش التصرف ده، يحط الواحد لوحده او الاتنين لوحدها لو انا دوست عليها والزيرو موجود. هنا هنتعرف على مبدأ جديد من مبادئ البرمجة، مهم جدا ومنتشر جدا، وهتلاقيه موجود في كل لغات البرمجة اللي في الدنيا. حاجة اعمل ايه هنا يا جماعة عشان نحل المشكلة دي؟ هنتعرف على امر جديد من اوامر البرمجة. الامر ده انتوا عارفينه في اللغة الانجليزية ودرسناه في لما حتى في اولى اعدادي تقريبا كمان. اسمه اف، معناها اذا او لو. هقول له اف لو كان اللي موجود فوق ده صفر شيله وحط القيمة الجديدة. لكن لو كان اللي موجود ده حاجة غير الصفر حط القيمة الجديدة جنب القيمة القديمة. ده هنفذه ازاي؟ هاجي هنا، تعالوا نبدأ بالواحد الأول. هروح قايل له هنا هوت اف. اف ايه بقى؟ ركزوا معايا. انا عاوز اقول له لو الموجود في ريزلت اللي هو المستطيل ده، يعني اف ريزلت بتساوي زيرو، هعمل ايه؟ اروح دايس انتر كده، اداني ايرور. حلو قوي، لون السطر باللون الاحمر واداني هنا ايرور. مش هنركز دلوقتي في الايرور معناه ايه، يعني هنشوف الكلام ده كله قدام. طب ليه اداني الايرور ده؟ لان انا بكتب من دماغي، ما ينفعش. لازم طالما انا كتبت بلغة معينة لازم التزم بالسنتاكس او التركيب بتاع اللغة دي. كلمة اف في الفي بي اي لازم انهي السطر بكلمة زن. اوكي، اهو انا عملت كتبت زن ودوست انتر عادي، ما حصلش مشكلة. تمام. طيب اف ريزلت بتساوي زيرو، انا عاوز اعمل ايه؟ بدخل شوية كده حرفين لجوه عشان يبقى شكل الكود منظم، وممكن اكتب من اول السطر عادي، بس يفضل ان انا بدخل جوه عشان يبقى شكل الكود منظم. انا بقول له اف ريزلت بتساوي زيرو زن ريزلت بتساوي الواحد لوحده اللي هو اللي جاي جديد ده بقى، والا اروح كاتب هنا كلمة ايه؟ else let result بتساوي اللي هو الكلام القديم بقى اللي احنا كنا عاملينه، ولازم اقفل الاف اللي فوق ده اهي بكلمة اسمها end if. تعالوا نشوف كده احنا عالجنا المشكلة ولا لا. ادي لو كتبت واحد اهو، كتب واحد شال الصفر وكتب الواحد بس. تمام. طبعا دلوقتي المفروض ان انا هحط الكلام ده في بقيه ايه، في بقيه الباتونز اللي هي من 0 الى 9 اللي احنا عاملينها. اوكي، هاخده كوبي وبيست كده واحطه هنا. تمام. وهعمل الكلام ده لايه؟ لبقيه الباتونز كلها اللي هي من 3 الى 9. هناخد نعمل كده كوبي وبيست هنا. تمام كده. لا مش تمام، المفروض بقى ان انا اغير الرقم واحد ده اخليه اللي هو زي الرقم بتاع البطل اللي انا واقف عليها. عرفنا بقى يا جماعة ايه فايدة ان انا اكون مسمي دي 3 ودي 4 ودي 5 عشان ما اتلخبطش وما احطش الواحد هنا مكان التلاتة والاتنين مكان الخمسة وهكذا. تعالوا بقى نجرب. لسه الاتنين ما اتظبطتش، نجرب الاتنين. كده كده يا جماعة خلاص احنا ظبطنا كده
التسع زراير دول ناقص الصفر، ما عملنالوش حاجه، هو كمان لازم نعمل له حاجه عشان لما اجي ادوس عليه يروح كاتب لي فوق صفر. انا كنت مسميها هنا زيرو، فادي الزيرو، وادي هنا زيرو، وادي هنا زيرو. اوكي، ونرن. هادي هنا نبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. اوكي، يبقى كده تمام. الآلة الحاسبة بتاعتنا لحد دلوقتي شغالة تمام من ناحية الايه، من ناحية الأرقام. تعالوا بقى بالمرة نضيف الأربع زراير اللي في الجنب دول بتوع العمليات الحسابية زي ما اتفقنا. هاخد كوبي وبيست للتسهيل، فهاخد مثلا كوبي كده من الثلاثة دول واعمل لهم بيست واحركهم على الجنب. اوكي، وطبعا هغير الايه، اغير ايه بقى، الكابشن بتاع كل واحدة منهم. هناخد كمان واحدة رابعة، يبقى هنحط في دي كده، سوري، الكابشن بتاعها هخليه سلاش، ودي هخليه مثلا اكس اللي هي الضرب، ودي هخليها علامة الناقص، ودي هخليها علامة الزائد. تعالوا بقى هنا نعمل لهم هم كمان الكود بتاعهم، بس قبل ما اعمل الكود انا هستأذنكم ان انا هعيد تسمياتهم عشان ما يبقوش بطن 11 و12 و10 وكلام من ده، لا انا هسميهم باسماء لها معنى، زي ما سمينا المستطيل ده كده ريزلت. فانا هسمي دي كده مثلا سي ام دي، اختصار كلمة بطن، اختصار سي ام دي، اختصار كلمة كوماند، سي ام دي اختصار كلمة كوماند، وديف ديفيجن، ودي كده هسميها برضو سي ام دي اختصار كلمة كوماند، وهقول عليها انها مالتيبليكيشن، ودي كوماند سبتراكشن، ودي هسميها كوماند اد. تعال نعمل لكل واحدة منهم الكود بتاعها، فيو كود. المفروض لما انا ادوس على علامة السلاش هيعمل لي نفس اللي بيعمله هنا. طب هل انا محتاج هنا اعمل الاف اشوف الموجود ايه؟ لا مش محتاج، مبدئيا مؤقتا كده مش محتاج. خلونا بس نسهل الدنيا دلوقتي، انا هاخد دي بس كده، وانتوا فكروا لو الموضوع ده محتاج تعديل شوفوا ايه اللي ممكن نعمله، بس بدل ما احط هنا واحد لا هحط علامة السلاش. اوكي، يبقى انت هاجي هنا فيو كود، تمام. تعالوا نجرب كده شغلنا لحد دلوقتي، نشوف نفسنا ماشيين تمام ولا لا. ادي 1 زائد 3 تمام. اوكي، يبقى اللي احنا عملناه ان احنا صممنا الواجهة او كملنا تصميم الواجهة اللي كنا عاملينه المرة اللي فاتت، وحطينا لكل بطن من دول الكود او البرنامج اللي هي تنفذه لما اضغط عليها، بحيث ان اصبحت الآلة الحاسبة بتاعتي مشابهة للآلة الحاسبة الحقيقية اللي احنا ايه شغالين عليها في الجنب دي. اوكي، هنقف لحد هنا النهاردة، وان شاء الله المرة اللي جاية نكمل شغلنا في الآلة الحاسبة. والناس اللي قلقانة يا جماعة، احنا هنا بناخد مبادئ البرمجة، صدقني دي هتنفعك في اي لغة تانية. انا مش عاوز ليه ما خدتش لغة من اللغات التانية، علشان هنبدأ
بكلام هيقول لك ازاي تطبع كلمه هالو وورلد. وتعالى بقى ندرس الفور مع بعض والاف مع بعض. على فكره بالمناسبه الاف ما اسمهاش كوماند، اسمها ستيتمنت، يعني برضو بالمره كده طالما احنا وصلنا لنهايه الفيديو، عشان بس ما حدش يقول الاف كوماند. انا مش بامر الكمبيوتر بحاجه، انا بخيره ما بين حاجتين هيعملهم. اوكي، يلا الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.